الأخوة في القصر جزاهم الله خير جهودهم مشكورة جهودهم في القصر في حماية أموال القصر، لأن الله قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وبركات سمو الأمير أسأل الله يطول في عمره كثيرة، منها الهيئة المباركة اللي كان أول القصر ما يدرون من يتولى حلالهم، ربما وكيل يتوكل عليهم وهو ما يعرف بإدارة الحلال يخسرون، ربما يتساهل، أو ربما أيضا مال يتيم ما يقول أموال يتامى على موائد اللئام، أحيانا يعني يستغلون جهلهم وضعفهم. الآن هيئة القصر جزاهم الله خير الأمام نشكر دورهم في حماية أموال القصر وفي استثمارنا معها. وآمل من الأخ الكريم بالنسبة لعرض أموال القصر للبيع أن يتأكد من العرض هذا يذهب إلى أكبر شريحة من اللي ممكن يشترون أموال القصر عشان يعطونك أحسن سعر. يقول لي أحد التجار، وهذا كلام نقلا عنه وهو ثقة وارجو تأكد منها، يقول يعرضون العقارات، يقول ندز مناديبنا الشخص اللي يعطيهم يقول يعطيه أسعار بعض العقارات، يقول لا ماني فاضي أو مش فاضي. يقول هذا أموال قصر يا أخي، أعطك كل المعلومات، ربما أحد واحد يعطيك سعر لعقار واحد أحسب الباقي، فيجب أن تكون معلومات كاملة وملف جاهز، ما يعطيه بالشفهي يقول العقار هذا كثر قيمته، العقار لا، كل شيء تعرضونه يكون جاهز، العقار مواصفاته كاملة، يقول أحيانا يحطوا مواصفات ناقصة العناوين، خطأ ربما لكن أكدوا عليها، والسعر السوم والحد، وعشان الإنسان يعرف أن العقار أو الشيء المبيع سيعرض على أكبر شريحة، راح تستفيد اليتيم، يستفيد القصة أن يعطونهم سعر أكثر، يصير تنافس أكثر على الشيء المراد بيعه، يأخذ فرصة أكبر في السعر أكثر لكم، فائدة هذه. فأرجو منك أخي الكريم أن تضع آلية في هالنقطة بحيث أن يكون الفايل كامل، يجي لاحد يأخذ تفضل لا يدفع رسوم عليه، عشان ما يصير في نوع من الاجتهاد للشخص المعني في نقص المعلومات. وجودكم مشكورة، كثر الله خيركم.